الايام وكالعاده حاولت ادخل انام بس برضه مش عارفه انام. التفكير والارق خلاص هيموتوني، اتقلب يمين شمال يمين شمال برضه مفيش فايده، لحد ما جه السؤال اللي صحاني بجد: احنا اساسا ليه بننام؟ خير يا دراج، صح النوم. فوق كده واعمل لك كوبايه قهوه، تعالى نتكلم كلمتين في المهم. سنه 2017 من الاعصاب اللي اسمه ماثيو ووكر ظهر لنا كده بكتابه الاشهر على الاطلاق واي وي سليب، اللي كان بيسال نفسه فيه سؤال واحد وحيد: احنا ليه بننام؟ كتب الكتاب ده مخصوص عشان بعد سنين طويله من البحث والتنقيب وراء النوم اكتشف بان النوم مش بس فتره احنا بنرتاح فيها، ده عنصر اساسي ومهم لصحه الانسان. يشبه النوم في كتابه زيك بالظبط بعد يوم طويل ومرهق مليان دربكه وضيوف ودوشه وحاجات كتير في البيت بيبقى محتاج في اخر اليوم ايه؟ انه يتنظف ويتروق وتوضب. طلع منها كمية تراب رهيبة. بالظبط مخك بيبقى محتاج بعد يوم طويل من الكركبة والدوشة والاوفر سينكينج والمحاضرات والدروس والشغل والمدير اللي زعق لك وامك اللي اتخانقت معاك قالك اللي عايزين فلوس، بعد كل ده المخ بيبقى عايز يهدى ويرتب افكاره كده خطة مع نفسه، يمكن كده الحاجات المهمة على جنب ويرمي الحاجات اللي هو مش محتاجها. يمكن كده كل اللي بيذاكروا بيتقال لهم جملة واحدة قبل كل امتحان: اوعى تروح الامتحان مطبق. ده علشان انت لو رحت الامتحان مطبق فالمخ مش هيبقى عنده وقت يخزن فيها المعلومات اللي انت اديتها له من مذاكرة مش فيها فلحوس. من الاول قبل ما تروح الامتحان، مش الساعتين دول اللي هينجحوك يعني. انا عندي امتحان دلوقتي اعمل ايه؟ نيوروبلاستيسيتي زي ما وصفها ماسيو في الكتاب بتاعه، اللي هي يعني الوقت بتاع النوم اللي بيحتاج فيه المخ يرتب نفسه، دي بتبقى عشان سبب اساسي، وانه يحول الحاجات المهمه من الذاكره المؤقته يحطها في الذاكره الدائمه عشان انت بعد كده تعرف تسترجعها. لكن لو انت ما خدتش كفايتك من النوم كل حاجه هتبقى في الذاكره المؤقته، ده معناه انك في اي وقت ممكن يجيلك فقدان في الذاكره. انا زي اللي دماغي اتمسحت. لكن نيجي بقى في اوائل الخمسينات، في عالم وهو من اول العلماء اللي درسوا حوار النوم ده اسمه ويليام ديمن. ويليام اكتشف حاجه خطيره جدا في النوم. سنه 53 ويليام اكتشف الحركه السريعه بتاعه العين اللي سماها في الابحاث بتاعته والار اي ام سليب، ودي تقريبا الوقت اللي بيدخل فيه المخ من الراحه للحلم. قال في الابحاث اللي بتخص الموضوع ده بان المخ في الوقت ده بيبقى نشاطه تقريبا ضعفين من المخ طول اليوم. معنى كده ان وانت بتنام انت مش في حالة راحة، يعني حتى النوم ما فيهوش راحة يا دروج. عشان نفسر الموضوع ده بشكل يعني سلس شوية احنا محتاجين نحكي قصة صغيرة قد كده. بعد حادثة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي سنة 1963 بشهر تقريبا، جالنا واحد لطيف خفيف صغنون كده اسمه راندي جاردنر. راندي قرر يعمل مع نفسه تجربة في غاية الأهمية. قالك إن أنا مش معتقد في النوم أساسا، شايف إن النوم ده وقت بيضيع من عمرنا، يعني تقريبا تلت عمرنا بيضيع في النوم. احنا ليه ما نستغلش الوقت ده وننتج كده ونذاكر ونشتغل ونعمل حاجات كتير؟ أنا متأكد إن مفيش